محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. واسمحوا لي أن أحيي مصر رئيسا وعلماء وشعبا. ها هي مصر التي جاءت اليوم لتنصر الشعب السوري المظلوم المقهور. فوالله الذي لا إله غيره، إن من يرى هذه المشاهد البشعة من ذبح وسفك للدماء وتمزيق للأشلاء ولا يحترق قلبه على هذا الواقع، فعليه أن يسأل الله أن يرزقه قلبا، فإنه لا قلب له. هذا الواقع الأليم حرك مصر رئاسة وعلماء وشعبا ليقولوا من أرض مصر الطاهرة ومن أرض مصر الطيبة للشعب السوري: مصر معكم ولن تترككم بإذن الله جل وعلا. فها هي مصر تحتضن اليوم هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس وجمع من العلماء. ومنذ يومين اثنين فقط احتضنت أرض مصر الطاهرة مؤتمرا لعلماء الأمة حضر فيه ما يقرب من 500 عالم ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة ورابطة. وقد أفتوا هؤلاء العلماء واتفقوا على أن الجهاد واجب بالنفس والمال والسلاح. كل على حسب استطاعته، فجهاد الدفع الآن عن الدماء والأعراض واجب عيني على الشعب السوري وواجب كفائي على المسلمين في أرجاء الأرض. هذا ما ندين به لرب السماء والأرض. أناشدكم يا سيادة الرئيس، لن تفعل توصيات هذه المؤتمرات ولا قراراتها إلا من خلال سيادتكم. نناشدكم أنتم وإخوانكم من حكام وملوك ورؤساء الدول الإسلامية والعربية أن تتحركوا قبل فوات الأوان، قبل أن نعرض الأمة وشبابها لمحنة لا يعلم عواقبها إلا الله. نناشدكم أن تفعلوا هذه التوصيات وهذه المؤتمرات للضغط على زعماء العالم الغربي كله لتقديم السلاح لأبنائنا الذين يذبحون الآن على أرض سوريا. وكلنا أمل في الله ثم فيكم أن تنصروا هؤلاء المظلومين. ورسالتي إلى الشعب المصري الذي استقبل السوريين في قلوبهم قبل أن يستقبلوهم في بيوتهم ودورهم: أقول لكم لقد ذكرتمونا بالأنصار حينما استقبلوا المهاجرين الأبرار في قلوبهم قبل أن يستقبلوهم في دورهم. هنيئا لكم، والله لقد استقبل الفقراء في مصر قبل الأغنياء الشعب السوري المظلوم المقهور. يا سيادة الرئيس، أناشدكم باسم هؤلاء الأخيار وباسم الشعب المصري ألا تفتحوا أبواب مصر الطاهرة للرافضة.
فوالله ما دخلوا مكانا إلا وأفسدوه، وها هو وجههم الحقيقي قد ظهر بجلاء. أناشدكم يا سيادة الرئيس أن تقوموا بالدور الذي يليق بمصر مكانة وقيادة وريادة، فالأمة تنتظر مصر، والسوريون الآن الذين يذبحون في هذه اللحظة ينتظرون قولة مصر وقامة مصر ومكانة مصر. نعم، لن أطيل عليكم، فكن لي أمل في الله ثم فيكم ثم في شعب مصر. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.